30 28 32 29 31. انت طبعا ما فهمتش اي حاجه ولا انا، وزمانك بتقول هو انا فتحت فيديو غلط ولا ايه؟ لا انت تمام يا معلم، انت زي الفل. طب خليني اقول لك ان درجات الحراره في القاهره الاسبوع اللي فات كانت كالتالي: 30 28 32 29 31. دلوقتي تقول لي ايوه كده يا عم فهمت، الله يطمنك. الفرق بين المثال الاولاني والتاني اننا ما اكتفيناش بالارقام، لا ربطناها بسياق معين، زي ان قلت لك ان دي درجات الحراره في مكان معين، وهو ده بالظبط الفرق بين البيانات والمعلومات. الحكايه كمان ما بتقفش هنا، في مستوى اهم واعمق من البيانات والمعلومات، وهو الحكمه او المعرفه. الاول خلينا نسال يعني ايه بيانات او داتا. البيانات هي معلومات خام لسه ما اتحطتش في اي سياق ولا اتربطت باي معلومات تانية، ولا عرفنا طبعا بتقول ايه او عاوزه توصل لايه، زي الارقام اللي شفناها كده في اول الحلقه، او زي ان احط لك كده شويه اعمار او درجات حراره او اوزان جنب بعض كده وخلاص. ايه بقى المعلومات؟ هي البيانات الخام برضو، بس لما بننظمها ونفهم السياق منها ونحاول نطلع منها بحاجات مفيده او انسايتس، يعني بنربط الارقام ببعض وبنحاول نفهم هي بتقول ايه. يعني لما اقول لك ان درجات الحراره الاسبوع اللي فات كانت 30 28 32 29 31، دي كده بيانات. اقول لك بقى بعدها متوسط درجات الحراره في القاهره الاسبوع اللي فات بناء على البيانات دي كان 30، او اقول لك ان احر يوم الاسبوع اللي فات كان يوم الثلاث، دي كده بقت معلومات. هنا بقى في معنى واضح، وهي دي المعلومه. المعرفه بقى هي الكريزه اللي بتتبني على كل الحدوته اللي فاتت دي. المعرفه بتحصل لما بنربط المعلومات ببعض، وبناء عليها بناخد قرارات موضوعيه مبنيه على البيانات، او زي ما بنسميها data driven decisions. خلينا نوضح اكتر الثلاث انواع بمثال بسيط. احمد اشترى ب 1000 جنيه، ساره اشترت ب 500 جنيه، كريم اشترى ب 2000 جنيه. دي بيانات. اقول لك بقى عندنا ثلاث عملاء، كريم بقى اكتر عميل مميز ولويال عندنا، طبعا ده حبيب قلبنا، هنعمل له عروض خاصه كده عشان نحافظ عليه ونعمل له ريتنشن. يعني ساره بقى دي الابن العاق بتاعنا، اقل عميل بيشتري مننا، وعشان كده هنعمل لها كوبونات خصم او توصيل مجاني، يكشي البعيد يحس ويشتري شويه. هي دي بقى المعرفه او النولج. المعرفه هي بيانات زائد فهم وسياق زائد توصيه وقرار. البيانات هي اول خطوه على الطريق مش اكتر، المعلومه هي اللي بتفتح عينيك وبتفهمك انت فين بالظبط وتقدر تعمل ايه. اما المعرفه بقى حاجه تانية خالص. المعرفه بقى هي اللي مبنيه على البيانات والمعلومات، تخليك تاخد القرار الصح في الوقت الصح، تسبق منافسينك بخطوه. فاللي معاه داتا احسن من اللي معاه فلوس؟ اكيد لا، بس هو معاه كنز برضه. يعني اللي يعرف يطلع منها بقى المعرفه وياخد قرارات صح ومظبوطه وموضوعيه، ده اللي معاه القوه. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده اللي اتكلمنا فيها عن الفرق بين البيانات والمعلومات والمعرفه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، اتفرج على الحلقات اللي فاتت وقول لنا في الكومنتات حاببنا نتكلم عن ايه في الحلقات الجايه. انا احمد عصام ودي قعده بيانات. سلام يا ابو عمرو.